شاب اتعرض لهجوم من اسد اسطوري ودمهم اختلط ببعض، وحصل له تغيير في جيناته وبقى فيه قوه رهيبه وسرعه، وحب انه يستغل قوته في محاربه عصابات كبيره. عاوزين تعرفوا اللي هيحصل له؟ اتفرجوا على ملخص فيلمنا النهارده. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا علشان يوصل لكم كل جديد، وكالعاده لا ننسى نصلي ونسلم على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فيلمنا بيبدأ بعربية ترحيلات وهي رايحة بالمساجين للسجن، وهي في الطريق وقفت عند بنزينة والظابط نزل المساجين، وبعد شوية وهو بيطلعهم لقاهم ناقصين واحد رقم 884. لف ورا البنزينة ولقاه واقف بيعمل حمام. بعدها وصلوا السجن وكل واحد دخل زنزانته. كريفن دخل لقى راجل ضخم بيبص له بغيظ وقال له انت اللي جاي تقعد معايا؟ ما بحبش حد يشاركني اوضتي. كريفن قال له انا مش مطول. قال له ازاي؟ ده كل اللي هنا واخدين مؤبد. تاني يوم الصبح كريفن كان بيتمرن في حوش السجن، جاله 2 مساجين قربوا منه وقالوا له ما تلعبش هنا، المكان ده بتاعنا، ومسكوا طارة الحديد وزقوها عليه. كريفن في حركة واحدة كان ضاربهم هما الاتنين. بعد شوية السجان دهله وقال له الكبير عايزك. دخل على واحد اسمه سيمون، وسيمون قال له سمعت انك شايف نفسك علينا وبتضرب رجالتي، انت ما تعرفش انا مين؟ قال له لا عارف، انت سيمون زعيم عصابة كيروف اللي بسبب اسلحتك ماتت ناس كتير. قال له بالظبط هو انا، وانت تطلع مين بقى؟ كريفن وطى على الارض عند راس النمر وخلع منه ناب وقال له انا الصياد. قال له بتصطاد ايه؟ قال له بصطاد الناس اللي زيك. كريفن نط زي النمر على رجالة سيمون وموتهم، وراح له نط عليه وغرز ناب النمر في رقبته. الظابط دخل يشوف في ايه كريفن طياره ورماه ونط بسرعه على الحيطه، وكان بيمشي عليها زي القرد لغايه ما لقى سلك حديد طبقه وخرج من شباك طلعه على سطح السجن، ونط على المبنى التاني نطه كبيره وكان بيجري زي الحيوانات بالظبط. الحارس ضرب عليه نار بس هو كان سريع وهرب بره السجن وجري لحد ما دخل في عاصفه ثلجيه ودخل جواها وكان في ضباب وهو مش شايف حاجه، ولقى قدامه ذئب عينيه كانت كلها شر. وكريفن بص له، الذئب واقف وما اتحركش وكانه خايف منه. وقتها كانت في طياره هليكوبتر مستنياه واخدته وطارت بسرعه، مسك قماشه ومسح بيها وشم على رقبته. الظباط وهم بيدوروا عليه لقوا جثه مدفونه في التلج، ولما بصوا عليها عرفوا انها بتاعه المسجون رقم 884. استغرب وقال مش ده اللي لسه قاتل سيمون دلوقتي؟ وقتها بنفهم ان كريفن لما كان ورا البنزينه قتله ولبس هدومه ودخل السجن عشان يعرف يوصل لسيمون ويقتله. نروح فلاش باك في نيويورك من 16 سنه لما كان كريفن في الجامعه ومعاه اخوه ديمتري، وجه ابوهم ياخدهم. ولما ركبوا العربيه كريفن ساله احنا مش في اجازه، جاي تاخدنا ليه؟ هنروح فين؟ قال لهم امكم انتحرت، وطبعا انتوا عارفين انها ما كانتش طبيعيه. كريفن وديمتري اتصدموا، قالوا له انت واخدنا الجنازه؟ قال لهم جنازه ايه؟ احنا رايحين نصطاد. كلموني وقالوا لي ان الاسد زرا ظهر تاني وانا رايح اصطاده، وقلت تيجوا معايا عشان اعلمكم الصيد لان عاوزكم تكونوا رجاله بجد. نروح لتنزانيا وبنشوف بنت اسمها كاليبسو وهي بتاع الكوتشينه، وجت جدتها قالت لها الكوتشينه مش بس لعبه، دي بتعرفك حاجات هتحصل لك في حياتك. قالت لها حطي 3 ورقات كده. حطت اول ورقه قالت لها دي معناها انك بنت قويه وشجاعه. حطت الثانيه قالت لها دي بتقول انك هتشوفي حادثه وحشه قوي. الثالثه كانت صوره اسد، قالت لها دي بتدل على القوه، وبمناسبه القوه هديكي حاجه تعتبر ورث من عيلتي. وطلعت ازازه فيها ماده بتقول لها ده مشروب القوه، خلي بالك منه لانه بيدي قوه خارقه لاي حد بياخده، وده يعتبر سر من اسرار جدودك لانهم هم اللي بيعملوه. قالت لها حافظ عليه لانك هتحتاجيه قريب قوي. نروح لنيكولاي وهو في الغابه وطالع يصطاد هو واولاده، وبيقول لهم لازم اعودكم على المخاطر لان اللي مش هيصطاد هيبقى فريسه. بعدها اصطاد غزاله ونده على كريفن وقال له تعالى شوف الفريسه وهي بتموت قدامك، دي متعه انك تبقى صياد مش فريسه، وانت يا ديمتري مش عاوزك تخاف كده، هتبقى ضعيف، خليك راجل. بعدها رجعوا للخيمه وكريفن قال لديمتري ما تزعلش من كلامه، انت راجل وهو اللي قاسي وما عندوش رحمه. ديمتري قال له هو شايفني ضعيف ومش زيك وعمره ما هيعاملني كويس لان مش زيه. نروح لنيكولاي وهو مع الصيادين وواحد بيقول له انا سامع صوت زار. قال لهم صوت زار بيهز الجبل ما تقدروش تسمعه وتفضل قاعد مكانك. قالوا له انت شفته؟ قال لهم لا، بس شفته بيعمل ايه في فريسته لغايه دلوقتي موت من 2000 ل 3000. الصيادين كلهم بيقولوا عليه اسطوره. واحد قال لنيكولاي طيب انت غني وعاوز تصطاده ليه؟ قال له لان لما اصطاده اسطوره انا كمان هبقى اسطوره. تاني يوم نيكولاي خرج مع الصيادين وكان في واحد اسمه اليكس مع الصيادين، راح لنيكولاي وقال له انا عاوز اشتغل معاك ونبقى شركاء. قال له انت مين؟ قال له انا اليكس. قال له حد يعرفك يعني مشهور؟ انت واحد تعبان وماشي بالعافيه وصحتك على قدك ونكره، يعني تطلع من دماغي وتسيبني اعلم ولاد الصيد. اليكس اتضايق من كلامه وحس بالاهانه. في الوقت ده كريفن قال لاخويا رب ابوك يصطاد الاسد ويبقى اسطوره ويحقق حلمه عشان يبطل يجي هنا تاني. في نفس اللحظه كريفن لقى الاسد زار واقف قدامهم، كان معاه بندقيته وقال لاخويا ابعد انت، وما ضربش نار على الاسد ولا الاسد هجم عليه. الاتنين كانوا بيبصوا لبعض بصات ما فيهاش خوف. وقتها جه نيكولاي وضرب نار على زار، وقتها الاسد اتحول وهجم على كريفن وعضه ومسكه باسنانه واخده ومشي، ونيكولاي فضل يضرب عليه نار وهو ماسك كريفن في بقه وراح بيه بعيد. في الوقت ده كاليبسو كانت مع امها وابوها في رحله وسمعت صوت سابتهم وراحت ناحيه الصوت. شافت الاسد وهو بيحط كريفن على الارض ووقفت قدامه وما هربتش وطلعت قويه وشجاعه زي كلام جدتها. وقتها الاسد كان بينزل منه نقط دم وبتدخل جوه جرح كريفن. الاسد سابهم ومشي،
وكاليسبو راحت تشوفه وحطت له في بقه الماده بتاعت جدتها، وحطت في ايده كارت الاسد بتاع الكوتشينه، والطياره جت نقلته للمستشفى، وكان بيموت وقلبه وقف كام دقيقه والدكاتره قالوا انه مات، لكن فجاه لقى كارت الاسد في ايده، والممرضه قالت له ده كان معاك لما جيت. وقتها ابوه جاله وقال له ازاي ما ضربتش نار على الاسد، عموما مش وقت لما نروح البيت. لما روحوا نيكولاي قال له انت كنت هتموت انت واخوك لانك خفت والخوف ضعف، انا هبعت اخوك للجامعه وانت هتقعد معايا علشان اطلعك زيي. ووراه راس الاسد زار متعلقه، وكريفن زعل وقال له يا ريته كان موتك. ابوه زق ومشي، وكريفن طلع لم هدومه واخد الكارت بتاع الاسد، ولقى ازازه بتاعت كاليسبو اخدها. قبل ما يمشي اخوه قال له بلاش تسيبني، قال له اكيد هرجع لك تاني. وبعدها سافر انجلترا وراح الغابه، وكان في قطيع جاموس كبير جاي ناحيته، كلهم عدوا من جنبه محدش فيهم لمسه. كان كلام ابوه عن الضعف والخوف مش عاوز يسيبه. وقتها راح يصطاد غزاله، وهو بيجري وراها تحس انه اسرع منها، وكان باين ان الماده اللي في الازازه عامله شغل معاه هي وجينات الاسد اللي اختلطت مع دمه. سمع صوت راح طالع فوق اعلى شجره، شاف صيادين بيموتوا الجاموس عشان ياخدوا قرونه، راح لهم بسرعه ولقى الجاموس مرمى على الارض وجنبهم سكينه، راح واخدها وقتل بيها الصيادين. وده اللي حصل له، وغيره من شاب عادي لواحد تاني اسمه الصياد، لانه من وقتها هو بيموت اي حد بيدوس على الضعيف. نروح للوقت الحالي وبنشوفه هو عايش في بيت في الغابه، واخوه بعت له رساله علشان عاوزه يحضر عيد ميلاده. وفي يوم شاف صيادين تانيين موتوا الجاموس وكانوا ماليين العربيات وماشيين، وفجاه لقوا واقف قدامهم، ولما اتكلم معاهم استقالوا بيه لانه واحد وهم 6، ولما مرضيش يوسع لهم الطريق كانوا هيدوسوه بالعربيه. وقتها طلع فوق العربيه وخلص على الاثنين اللي ورا، وراح للاثنين اللي في الكابينه وموتهم. وقتها العربيه الثانيه هرب، بس هو حافظ ارقامها، وراح لصاحب الشركه اللي بعتهم وخلص عليه. ولما رجع اندريا اللي هرب منه لقاه قدامه، قال له انا ماليش دعوه. كريفن قال له انا عرفت اسامي العصابه بتاعتكم، وعرفت انكم شغالين في المخدرات والسلاح، وانا اللي هموتكم. وراح مموته. نروح لكاليسبو وبنعرف انها محاميه شاطره، وبنشوفها وهي في جنازه صاحبتها بعد ما سيمون ورجالته موتوها. بعد الجنازه جالها كريفن وقال لها الباقيه في حياتك. قالت له انت تعرفني؟ قال لها ايوه. اداها الكارت بتاع الاسد، قال لها الكارت ده بتاعك. قالت له يبقى انت الشاب اللي شفته بيموت في الغابه. قال لها انا مت وبسببك انا عايش لدلوقتي. قال لها عارفه مين اللي موت صاحبتك؟ قالت له اه. قال لها انا جبت لها حقها وموتته. لما روحت البيت قريت عن حادثه السجن وعرفت سيمون مات ازاي. ولما قابلته تاني قالت له انت قتلته بناب نمر. قال لها ده اللي لقيته قدامي. وقال لها دي اقل حاجه اعملها عشان اشكرك بيها. قالت له انا عرفت انت مين وابن مين، اكيد انت زي ابوك. قال لها انا مش عايش معاه من يوم الحادثه وعاوزك تساعديني ان اخلص على العصابه دي. وادالها ظرف في الاسامي، ولما فتحته قالت له دول ناس مش سهله. في الناحيه الثانيه بنشوف اليكس اللي كان بيصطاد مع نيكولاي وقت الحادثه زمان. جاله جيمي المساعد بتاعه وقال له سيمون اتقتل في السجن، وبيقول له اللي قتله هو الصياد. قال له هو كمان معاه اسمك من ضمن اسماء تانية وهو هيخلص عليهم. قال له اتصل لي باخطر 3 كانوا شغالين مع سيمون وخليهم يقابلوني. لما قابلهم قال لهم انا همسك الشغل بعد سيمون واحب اعرفكم بنفسي، انا وحيد القرن، وعاوزين تعرفوا ليه اسمه وحيد القرن هوريكم. وراح مشغل جهاز محطوط ورا ظهره، وبدا جسمه يتغير وكان بيتحول لوحش. واحد ضرب عليه نار وقع على الارض وقام طلع الرصاص. كان في قناص موت كام واحد وساب 2. قال لهم مين اللي هيساعدني عشان اكمل شغل سيمون؟ راح واحد فيهم اسمه جاك خلص على التاني. نروح لنيكولاي وهو في الكازينو بتاعه وديمتري بيعزف على البيانو، وجي جاك يتكلم مع نيكولاي في الشغل. بعد موت سيمون نيكولاي قال له انا مستعد امسك مكانه. جاك قال له وحيد القرن سبقك وبعت لك هديه. وقتها جت واحده وكانت هتضرب نيكولاي بالنار، ولحق نفسه وحط جاك قدامه وحمى نفسه، وضرب النار اشتغل والمكان اتدمر. نيكولاي خلص على رجاله وحيد القرن ولقى ابنه مستخبي تحت البيانو. نيكولاي قال له اطلع اطلع، بقى في ناس جات تقتلنا في مكاننا، وبدل ما تحميني وتحمي نفسك الاقيك مستخبي. انا عاوز ابن مقاتل وبطل مش خواف زيك. وقتها بنشوف جيمي وهو رايح يقول لوحيد القرن ان رجالته ما قتلوش نيكولاي وهو خلص عليهم. اليكس قال له كنت عارف انه راجل عقره مش هيموت بسهوله. جيمي قال له انا لقيت فلاشه على مكتبي، ولما شغلها لقى فيها فيديو كريفن وهو بيقتل سيمون وبيهرب. وقتها عرف ان الصياد هو كريفن ابن نيكولاي. اليكس قال لجيمي ابعت جيب الاجنبي لانه من زمان هو عاوز يعرف مين الصياد عشان يقتله. في الناحيه الثانيه بنشوف كريفن وهو رايح لاخوه عشان عيد ميلاده، وخرجوا سوا سهروا وشربوا. لما رجعوا كريفن وصل ديمتري وكان هينام عنده، بس فضل صاحي طول الليل لانه مش متعود ينام في البيوت، ونزل ينام في الجنينه. ولما صحي الصبح طلع يسلم عليه ما لقاهوش في السرير، ولقى مكانه دم جري وبص من الشباك شاف اللي بيخطفوه وهم بيركبوا العربيه. ساعتها نط من الدور ال30 ونزل تحت وجري وراهم، بس العربيه مشيت. كان عاوز يحصلها وبقى يجري من مبنى لمبنى من شارع لشارع، وكان اسرع من العربيه، وكان بيرمي نفسه من فوق ينزل الشارع ويجري وراهم لحد ما نط على العربيه ومسك فيها. حاولوا يوقعوه بكل الطرق بس ما عرفوش، وهو حاول يكسر الازاز ما عرفش لانها مصفحه، وكسر الباب بايده. راحوا خابطين نفسهم في عربيه عشان يوقعوه، ووقع وهم راحوا عند النهر لان في طياره هليكوبتر مستنياهم. وقبل ما تطلع كان راح لهم ومسك في شبكه نازله من الطياره بايده وخلى الطياره مش عارفه تطير. ضربوا عليه نار راح معلق الشبكه في مرسى السفن وطلع لهم فوق المبنى، ومسك حديده وضرب بها اللي بيضرب نار موته، ونط على الشبك
والطياره طارت وهو ماسك فيها وكانت بتسحبه في الميه، ما سابهاش غير لما اتخبط في عمود حديد. وبعدها راح لكاليسبو الشغل قال لها لازم تساعديني اعرف مين اللي خطف اخويا ووصف لها شكلهم. سابها وراح لنيكولاي قال له ديمتري اتخطف. قال له عارف، واداله علبه فيها صباع ديمتري وقال له عايزين 20 مليون دولار. قال له طيب ما تدفعهم له، انت معاك. قال له مش قصه فلوس، انا لو دفعت ابقى كده ضعيف وسمعتي هتبوظ. قال له سمعتك ايه؟ انت تاجر مخدرات. قال له انت هتسيب ابنك يموت وهتتخلى عنه؟ قال له مين اللي هتخلى عنه؟ انت اللي سبته ومشيت، لو كنت موجود ما كانش اتخطف. بعدها واحد كلم كاليسبو وعرفها مكان ديمتري وقال لها اللي خطفه اسمه عمر وموجود في تركيا. وهي كلمت كريفن وقالت له اخوك في دير في تركيا. خد العنوان وسافر. وقتها اليكس كلم رجالته قال لهم الصياد جاي لكم في الطريق، نروح لتركيا ونشوف الدير فوق جبل عالي. وكريفن بيتسلقوا زي القرود ودخل يتسحب وموت اللي موجودين واحد واحد بكذا طريقه، وكان محضر سهم فيه سم بينفخوا يحدفوا عليهم يموتهم بيه، لحد ما عمر قال لهم روحوا خلصوا عليه. وقتها دخل عليهم وهو بيمشي على الحيط ومش عارفين يضربوه بالنار، وكان بيموت ده وبيضرب ده وينط على ده ومحدش قادر عليه، لغايه ما وصل لعمر ورماه من الشباك. وقبل ما يرميه قال له اخويا فين؟ عمر قال له لو موتني مش هتعرف اخوك فين. وقتها كريفن شاف 2 قناصه واقفين بعيد وهيضربوهم بار بي جي، وكانت القاصفه جايه عليهم. كريفن نط من الشباك ومع عمر ونزلوا تحت الجبل. كريفن مسك عمر وقال له اخويا فين ومين عامل لي الكمين ده؟ قال له واحد اسمه وحيد القرن. في الوقت ده حجاره كبيره نزلت عليهم ودفنتهم تحت. وفي نفس الوقت وصل الاجنبي للدير وشاف السهم اللي بيستعمله الصياد وعرف السم اللي معمول منه، بياخده من زهره موجوده في مكان معين. وبنشوف القناصه وهم بيتاكدوا ان كريفن مات وماسكين تليفون بيصوروا بيه علشان اليكس يتاكد انه مات. وقتها جالهم من وراهم وموتهم واخد التليفون كلم كالي وقال لها العنوان اللي اديتهوني كان كمين ليا، وكده اكيد جايين عليك دلوقتي. وهو بيكلمها قالت له وصلوا وداخلين المبنى، وراحت لمت حاجتها واخدت الازازه بتاعت جدتها وهربت. في الناحيه الثانيه بنشوف وحيد القرن وهو بيكلم ديمتري وبيقول له انا اعرفك كويس وطلعت معاك رحله صيد انت وابوك وما كنتش عاوز اخطفك انت. انا عارف ابوك ما يدفعش في واحد ضعيف زيك المبلغ ده، ابوك بيحب الناس الاقوياء، انا كنت هخطف اخوك. قال له كنت عايز تخطف اخويا ليه؟ قال له انت ما تعرفش اخوك يبقى مين وفرجه على فيديو السجن. قال له انا كنت زيك كده تعبان ومريض وصحتي على قد لحد ما سمعت عن البروفيسور مايلز في نيويورك وعرفت انه بيعمل تجربه بتزود قوتك 10 اضعاف، رحت له وحولني لوحيد القرن وبقيت زي ما انت شايف كده عشان يحترموني لان الضعيف ملوش مكان. وعمل التجربه قدامه وتحول وحيد القرن. قال له تعالى شاركني باسم ابوك وسمعته وبقوتي ونشتغل انا وانت. وديمتري مرضيش وقال له انا ضعيف وجبان بس مش خاين. وقتها حط المسدس على دماغه وكان هيموته. جت رجالته قالوا الصياد هنا بس طلع الاجنبي هو اللي جه. نروح لكريفن وكاله وهم رايحين بيته وهجم عليهم نمر وفضل ينط عليه ويهجم عليه ويخربشه. كريفن قال له انت بتهجم عليا انا؟ هو برق له خلاه يمشي وقال لها انا مربيه من وهو فهد صغير. نروح لوحيد القرن وهو بيسال الاجنبي ايه السبب انك بتكره الصياد قوي كده؟ قال له لانه قتل الراجل الوحيد اللي له فضل عليا، الزعيم بتاعي ورئيسي هو اللي علمني كل حاجه، ومن ساعتها وانا بدور على اللي قتله وعاوز انتقم منه، ودلوقتي بقى معانا اخوه نقطه ضعف الوحيده وانا عارف هنوصل له ازاي. وطلع الزهره اللي بيستخلص منها السم وقال له بتتزرع فين وهو هيكون هناك. نروح لكاليسبو ونشوفها وهي بتتفرج على البيت بتاعه ولقت راس نمر رفعتها، لقت زرار بينزل اسلحه كتير وشافت النباتات والزهور اللي بيستخلص منها السم. قالت له بتعمل ايه بالحاجات دي؟ راح مطلع الازازه بتاعتها قال لها نفسي اوصل للتركيبه بتاعتك. قالت له دي حاجات جدتي ولما اديتها لي قالت لي انها بتشفي اي مريض وبيخليه بقوه 100 حصان. قال لها فعلا هو ده اللي انقذ حياتي وغيرني خلاني واحد تاني وعندي قدرات غريبه من زمان وانا بدور وعاوز اعرف جواها ايه، ما تعرفيش تجيبي منها تاني؟ قالت له للاسف جدتي ماتت من زمان. نروح لوحيد القرن ومع الاجنبي ومعاهم فريق ورايحين على بيت كريفن. في الوقت ده الاجنبي كان محضر مسدس بيطلع سهم وبيخلي الشخص يحصل له تهيؤات ويشل حركته وبيبقى سهل السيطره عليه. قال من غير ده مش هنعرف نموت الصياد ولا هنقدر نقتله. في الوقت ده وصلوا وكانوا مجهزين ادوات الصيد. وحيد القرن قال لهم روحوا وما ترجعوش الا ومعاكم جثته. وفي الناحيه الثانيه بنشوف الصياد وهو بياخد الاسلحه بتاعته وبيستعد لهم. وقتها هجم عليهم النمر وموت رجاله كتير وديمتري زي عادته دخل يستخبى تحت العربيه. بعدها انتهز فرصه هجوم النمر عليهم وهرب للغابه. وبنشوف كريفن وهو بيراقب رجاله اليكس وبيشوف الفخ اللي هم حاطينه علشان يصطادوه بيه، بس هو اللي هيصطادهم وهجم عليهم موتهم واحد واحد وكان عامل لهم كذا فخ وكلهم وقعوا فيه. في الوقت ده اليكس قال لهم دول مش نافعين معاه، ادخلوا على الخطه الثانيه. وقتها جت هليكوبتر ورمت علينا بالم والنار ولعت في الغابه وهو جري. في الوقت ده ضربوه بالسهم في بطنه وابتدى يدخ ويهلوس ويحصل له تهيؤات ويشوف حشرات ماشيه على جسمه وعناكب نازله من فوق. في الوقت ده الاجنبي ضربه بالمسدس واداله سهم تاني عشان ما يلحقش يفوق ويعرف يسيطر عليه. قال له دلوقتي هيحصل لك شلل مش هتعرف تعمل اي حاجه، وريني بقى الاسطوره الصياد هيعمل ايه. وخنقه وضربه وطبعا هو مش قادر يقف وكل شويه شفت تهيؤات وافتكر نفسه بيضربه وطلع بيضرب شجره. الاجنبي اخدها فرصه ونزل طحن فيه وكان ماسك مسدس ولسه هيضربه جت كاليسبو ومعاها السهم ضربته بيه في عينه وموتته، وكان معاها نفس الماده بتاعت جدتها وحطتها في بقه. ونفس المشهد اللي حصل بينهم زمان بيتكرر تاني وبتنقذ حياته لتاني مره. وقالت له
والبركه في الورث اللي ورثته من جدتي. وبنشوف جيمي وهو راجع بديمتري وبيقول لأليكس كريفن مات واخوه معاك. قال لهم هاتوه يمكن نيكولاي لما يعرف ان ما بقاش غيره يدفع الفلوس. وهم ماشيين لقوا قدامهم قطيع الجاموس الوحش جاي عليهم. أليكس شغل الجهاز وتحاول هو كمان. الجاموس هجم عليهم وقلب العربيات، وكريفن جه وطلع فوق العربيه ووحيد القرن طلع له واتخانقوا سوا. كريفن مسكه ورماه تحت رجل القطيع، وكانت العربيه هتخبطه بس من قوته قلبها، وعربيه ديمتري اتقلبت وجيمي طار تحت رجل القطيع، وديمتري فك الحزام وفك نفسه، ووحيد القرن حدف العربيه على كريفن، راح ناطط من تحتها وطلع سكينتين وفضل يضربه بيهم، بس جلته تخين والسكينه ما دخلتش فيه. كريفن تعب من كتر ما بيضربه ومفيش حاجه محوقه فيه. وحيد القرن هبده في العربيه وجاي جري عشان يدخل فيه بدماغه. كريفن نط وخلاه يدخل في العربيه وقلبها، ولما جاي ينط عليه بالسكينه راح ماسكه من رقبته وخنقه، وكان في سيخ في ايده حطه له في جنبه خلاه يجيب دم. وقتها كريفن انتهز الفرصه وجاب حبل وفضل يلف بيه عشان يكتفه، وبعد ما لفوا عليه كتير رماه ولفوا على الجاموس وهو بيجري عشان يسحبوه ياخدوه معاهم. وفعلا خطته نجحت وكلهم سحلوه وداسوا عليه وما بقاش قادر يقوم تاني. وقتها جاب حديده وراح له وقال له جبت الفيديو السجن منين؟ قال له ازاي الصياد ما يبقاش شايف قدامه؟ بعدها كريفن راح لابوه قال له انت اللي بعت الفيديو لوحيد القرن وقلت له عليا؟ قال له انت لقيت نفسك مش هتقدر على وحيد القرن وقلت تخليني انا اخلصك منه وعملت كل ده ورتبت له. ابوه قال له بالظبط كل ده كان ترتيبي لان عارف ابني يقدر عليه، بس لو كنت طلبتها منك ما كنتش هتعملها. فقلت له انت الصياد وانك هتموته، وخليتكم انتوا الاثنين تطاردوا بعض وكنت واثق فيك انك هتموته. كريفن قال له طيب افرض ديمتري مات؟ نيكولاي قال له يموت ازاي وانت موجود؟ كريفن قال له انت قلت لي خليك شجاع وما تخافش من الموت، وانت كمان خليك شجاع وما تخافش من الموت. وقتها نيكولاي شاف دب جاي يهجم عليه، مسك البندقيه وما لقاش فيها رصاص، كان كريفن خد الرصاص منها ورماه وهجمت عليه وموتته. وبعد ما عدت سنه وجه عيد ميلاد ديمتري كريفن راح يحتفل معاه زي كل سنه. وقتها ديمتري قال له انا رحت للدكتور في امريكا وغيرني خلاني واحد تاني. وقتها في رجاله جت كلمته. كريفن قال له من امتى وانت بتشتغل في المافيا؟ هو انت هتمسك شغل ابوك ولا ايه؟ قال له انت زي ابويا وما تختلفش عنه، انت فاكر اني ما اعرفش ابوك مات ازاي؟ وهتفتكرني صدقت انه مات في رحله صيد زي ما قال له وسابه ومشي. كريفن مشي وراه ونده عليه لقى شكله زيه بالظبط. قال له انت مين؟ رجع لشكله تاني. قال له انا رحت لدكتور شاطر اسمه مايلز في امريكا وخلاني بغير شكل لاي شكل زي الحربايه. قال له خلاص ابويا مات وكل واحد يعمل اللي هو عاوزه، ولا انت عاوزني افضل ضعيف وتبقى القوه معاك لوحدك؟ قال له روح البيت هتلاقي ابوك سايب لك حاجه. لما راح لقى جواب من ابوه بيقول له هفضل انا وانت احسن 2 صيادين في الدنيا لاننا واحد، وكان واخد جلد الاسد زار وعامل بيه جاكيت هديه منه. وبكده يكون انتهى ملخص فيلمنا النهارده، استنونا الملخص الجاي. سلام.